نصلي على نبينا الغالي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش أمي في دعائكم بالرحمة، ربنا يرحم أمي وأمهات المسلمين جميعا ويبارك لكم في أمكم لو هي موجودة، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا اللهم آمين. ده آخر فيديو كانت ماما كانت معايا فيه في المطبخ، فدي كانت آخر أكلة. حتى أنا أسيب لكم الصوت وأنا سايباه ذكرى، كان حتى صوتها تعبان. فدي الأكلة الوحيدة اللي هي محدش بيعرف يعملها زيها، ولا أنا ولا أخواتي ولا أي حد في الدنيا بيعرف يعملها زيها. فدي صينية لحمة مدفونة بطريقتها، هي أكلة صعيدي بس محدش بيعرف يظبطها زيها. رحمة الله عليها، ربنا يجعلها من أهل الجنة يا رب، ويجعل مرضها في ميزان حسناتها اللهم آمين. فاعذروني على صوتي. زي ما انتوا شايفين او اللي متابعني عارف ان انا بصمت اللحمة. ارجعوا بفيديوهات عملتها معاكم كتير قبل كده. وهنا بشوح اللحمة بالمادة الدهنية، وبحط ورق لوري وحبهان ومستكة، وبحط سمنة، وبشوح كده اللحمة بالمادة الدهنية والمنكهات، وبحط طبعا ميه مغليه وبسيبها على نار هاديه او نار متوسطه لحد ما اللحمه تستوي معايا. وما اللحمه تستوي طبعا بحط لها الملح وانتوا عارفين الشوربه بتاعتي مختلفه، بحط لها بصله، احط المنكهات اللي انتوا عايزينها، بس احنا ما بنحطش الا بصله بس. هتشوفوا دلوقتي الشوربه بتاعتي مختلفه طبعا، تعليم امي رحمه الله عليها، ويجعل مسواها الجنه اللهم امين. بصوا الشوربة خطيرة يا جماعة، خطيرة. انا عايزاكم تجربوا الشوربة بالطريقة بتاعتي وارجعوا قولولي في الكومنتات، واتحدى اي حد هنا على اليوتيوب بيعمل شوربة زيي. زي ما انتوا شايفين باخد حبة من الشوربة، يعني انا باخد اللي فيها منكهات، وطبعا طلعت من اللحمة عشان اخليها لحمة مسلوقة، والباقي هسيبه في الرز، وهسيب شوربة لمقدار الرز. يعني كل كوباية رز عليها كوباية شوربة، تمام كده زي ما بنعمل بالمية، بس هي هتبقى بالشوربة. جربوا الطريقة دي بطريقة امي رحمة الله عليها، ما تنسوهاش في دعائكم. زي ما قلت لكم انا هنا باخد شوربة طبعا عشان نبلع جنب الاكل. معايا بقى هنا بصلة، كنت فرمة بصلة في الكبة، ممكن تقطعوها على ايديكم اللي يريحكم، بس بصلة كبيرة محترمة كده، وهحطها على الشوربة واسيبها تغلي شوية لحد ما تدبل، بس معايا حاجة بسيطة يعني تغلي غلوتين في الشوربة. مش انا في شوربة تانية هنا، انا مش مزودة شوربة كتير يعني ممكن نقص من دي. عايزة تنقصي؟ انا حاطة كوبايتين. كوبايتين طيب تحيقت خلاص؟ لا. طب امال ايه بقى؟ حطي ملح. طيب حطيت فلفل وبتاع. حطيت، عايزة تحطي حبة. الحقيقة دي كمان، بس خلصي بس دي الاول وبعدين حقيقة. هات الرز يلا حط. وعيدي نزل. حط المعلقة مرة. ولعت الفرن. وغلبتين كده. طب تعالى اقعدي، تعالى اقعدي. ساعة ما تغلي هبقى قومي شوفيها.
طب قلب عشان ما ينفعش. بس انا مرة عملته عندي طلع عندي رز ولبن معرفتش اظبطه من بس هي غلطان يشرب المية مش يشربها قوي. يعني كده البتاعة دي مظبوطة. والله الفل يعني. طب استنى بس نخلص دي وبعدين اوقعها. خلاص يلا يلا يلا. خلاص؟ بقى في الصينية. حسب على مية بس. امسك ايدها. وكده. كبها بقى في الصينية. بسم الله. صلي كده بسم الله. كب على طول. نسيب الرز. كده حتة سمنة فوق الرز. حاجة باللحمة جوه. حاجة لحمة جوه. ساعة عندنا. اللحمة في النص كده يبقوا ظبطوا كده. حطي بقى حتة سمنة على الوش. يلا حطيها. خدي كده تقولي بس بقى ساعة الأكل. لا عشان ولعت عايزة على اهو. على الوش على الوش. زي ما انتوا شايفين حطيت الرز على الشوربة وغلى غلوتين بس، وبدأت احطته في الصينية واحط سمنة بلدي فوق الوش وهدخلها الفرن لحد ما تتشرب وتاخد لون معايا. ما بشغلهاش الشواية، انا بسيبها تتحمر منها فيها. وانا عايزاكم تجربوها وترجعوا تقولوا لي، واللي عارفها يقول لي في الكومنتات. دعواتكم لأمي بالرحمة ولكل أمواتنا وأموات المسلمين اللهم أمين. زي ما انتوا شايفين الجمال ما شاء الله. طبعا اللون هنا مظلوم، هي لونها حلوة قوي وكانت طبعا حلوة قوي. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.